العالم ده كله شغال بالطاقة الكهربائية، النور بس انت بتشوف الكهرباء؟ انت حد يقدر يشوف الكهرباء ولا احنا بنشوف التأثير بتاع الكهرباء؟ الكون ده مبني على قوانين. واحدة من أهم القوانين اللي بتسير الكون هو اسم الله الحميد. الحميد اللي جاي من الحمد، من أصل كلمة حمد. يعني إيه بقى حمد؟ إحنا أصلنا بنخلط ما بين الحمد والشكر وما بين الحميد والشكور. أيوة، النهاردة هنتكلم عن اسم الله الحميد واسم الله الشكور. إيه الحميد وإيه الشكور؟ ربنا بيقول لك كده إن الحمد ده أو اسم الله الحميد ده معناها إن هو بيقول لحضرتك من فضلك خليك فاهم ان ما في شيء بيتحرك في الكون ده، وما في نعمه، وما في زهره بتثمر او شجره بتثمر، وما في كائن بيطلع، وما في اي ذره في الكون ده غير بقوه الحمد. والحميد ده او قوه الحمد دي هي اللي اصلا المسؤوله عن قيام الساعه. لان ربنا يقول لك كده: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. نركز يا جماعه: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يعني يوم القيامة الدنيا دي كلها هتقوم بقوة الحمد. أيوة، قوة الحمد هي القوة الخفية الإلهية المسيرة لكل شيء في الحياة تحت اسم الحميد. فلما تفعل اسم الحميد في حياة حضرتك فتقول بجد الحمد لله، تبقى فاهم إنك بتعترف وبتقر إن في قوة إلهية خفية لا ترى هي اللي وصلتك للشيء اللي انت فيه. فلما يحصل لك شيء، تنجح مثلا، تجيب عربية، يحصل لك اي شيء في حياتك، تقول الحمد لله وانت فاهم ان انت مش بتقول الشكر لله. الحمد يعني انا مؤمن تمام الايمان ان كل اللي حصل ده بقوة الحمد اللي ماشيه الكون. مش كده في الآية الكريمة يقول لك ايه؟ وإن من شيء في السماوات والأرض إلا ويسبح بحمده. ايوه، يعني ايه بيسبح بحمده؟ بيسبح زي سبح. يعني ايه؟ يعني كل شيء في الكون ده ماشي طبق قانون اسمه قانون الحمد، او قوه اسمها قوه الحمد اللي تحت اسم الحميد. فلما تعرف وتفعل اسم الله الحميد تبقى عارف ان هو بايده نجاحك، بايده فشلك، بايده صحتك، بايده تيسير امورك، بايده اي حاجه انت ممكن تتخيلها. فتمشي وانت مطمن وتبقى عارف ان الكون ده كله في قبضته وبيسبح بحمده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. في وضع تاني. فبعد إذنك افهم إن الحمد لله اللي تحت اسم الحميد معناها إقرار قوة، معناها إقرار إن في سر أو قوة خفية بتحرك الكون ده كله. طيب الشكر لله واسم الله الشكور. الشكور يعني صيغة مبالغة في الشكر. الحمد إيمان، بينما الشكر عمل وفعل. فلما تحصل لك حاجة حلوة، تجيب عربية، فتقول الحمد لله، فانت كده بتقول يا رب اللي جاب لي العربية دي هي قوة او قوتك الخفية في تيسير المال. ولما تقول الشكر لله يعني العربية دي تستخدمها صح. لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني تروح بيها مشاوير صح، تستر اهل بيتك، تحط نية حلوة في العربية دي انك هتروح تفيد بيها المجتمع، تفيد بيها نفسك، تستر بيها اهل بيتك، وهكذا. فالشكر عمل، بينما الحمد إيمان. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ربنا كده بيقول لسيدنا داود اعملوا شكر. يعني ايه؟ يعني اي حاجة ربنا يديها لك انفق منها، ده شكر. تصدق منها، ده شكر. واما بنعمة ربك فحدث، ده شكر. يديك صحة تروح تلعب رياضة، ده شكر. يديك مال تنفقه صح، ده شكر. يديك سلطة تستخدمها صح، ده شكر. يديك زوجة تحسن ليها، ده شكر. يديك ابناء تربيهم صح، ده شكر. يديك زوج تحترميه، ده شكر. بينما الحمد ان احنا عارفين ان كل حاجة حلوة دي جت بمين؟ بقوة الخالق. بينما الشكر هو ان احنا ناخد الامور دي كلها اللي اداها لنا وندخلها في الفعل، فنكون من العباد اللي بيعملوا الحمد وبيعملوا الشكر وفاهمين اسم الله الحميد وعارفين اسم الله الشكور. فبإذن الله لما تفعل اسم الحميد تبقى واخد من قوته وعظمته. ولما تاخد قوته وعظمته وتحطها في الفعل وتعمل أعمال صالحة، تخش تحت بند الشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم. يعني بالحميد والشكور تاخد القوة
وتاخد شكر فعل. فلئن شكرتم لأزيدنكم، والحاجة كلها تبتدي تزيد أكتر وأكتر وأكتر. وإن شاء الله الأسماء الجاية فيها فايدة أكتر وأكتر وأكتر. ويا رب الحمد ليك والشكر ليك، والشكر برضو لحضراتكم. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. سلام.